الفلاج شيبس القديمة. كتير من اللي متابعيني عارفين ان انا بحب جدا الفئة دي من الموبايلات تحديدا، وده لان الموبايلات الجميلة دي بتنزل في الاول باسعار فلكية ومواصفات عالية جدا تدينا افضل اداء على اي موبايل، افضل كاميرات، افضل صوت، افضل شاشة. ولو بتستخدم الموبايل كتير وبتفرق معاك فعلا تفاصيله ومش حابب قوي فعلا انك تدفع ارقام فلكية، فغالبا الموبايلات دي بعد ما بيكون عدى عليها سنة او 2 بتنزل اسعارها جدا وبتبقى اسعارها بنفس اسعار كتير من الموبايلات المتوسطة. واحيانا الناس بتكون فاهمة ان موبايلات الفئة المتوسطة الحديثة ممكن تديني اداء افضل، وده مش حقيقي ابدا معظم الوقت، وخصوصا في المواصفات المهمة. وعشان تتأكدوا فعلا اذا كانت مواصفات الموبايلات دي تتناسب لسه مع العصر الحالي ولا لا، براجعها فعلا بعد ما بيكون عدى عليها اكتر من سنة من نزولها. والنهارده هنتكلم على S21 FE، هنعرف ايه اهم مزايا وعيوب الموبايل ده وامتى يكون مناسب ليك انك تشتريه في 2023. فاهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلوبيديا، معاكم اسلام ويلا بينا نبدأ. S21 FE او الفان اديشن هو خليفة S20 FE في الملاعب، لكن حجم العلبة تضاءل شوية، النص تقريبا بقت حتى اصغر من علبة بعض السماعات، وده طبعا لان بداية من سلسلة S21 مبقاش فيه شاحن بيجي في العلبة. تغليف الموبايل كمان من جوه اختلف تماما، بقى بيجي متغلف بغلاف اسود كده غريب جدا. وتحت الموبايل هنلاقي العلبة دي اللي كان زمان بيجي فيها كفر، مبقاش فيه الكلام ده، اللي جواها الكتالوجات وكيبل الشحن، وهو كيبل شحن عادي جدا من تايب سي لتايب سي، ومفيش برضه عليه اي براندنج لسامسونج. رغم ان العلبة لازالت شيك جدا جدا من بره، لكن مبقاش جواها حاجة اصلا. نرجع تاني الموبايل نفسه. تحت الغلاف البلاستيك الاسود ده هنلاقي الموبايل مبقاش بيجي عليه سكرين بروتكتور بلاستيك، بقيت بتلاقي الشاشة مباشرة، رغم ان لازال ستيكرز الحماية اللي على الايدجز موجودة. فليه شال السكرين بروتكتور؟ مش عارف. اللون معانا النهاردة هو اللون الابيض، لون مط تماما، واخد نفس الديزاين بتاع سلسلة S21، الظهر المسحوب شوية على مستطيل الكاميرات، والفلاش ليد بقى موجود لوحده على الظهر مباشرة، مش موجود معاهم في نفس المستطيل. ورغم ان الفريم من الالومنيوم والظهر من البلاستيك، لكن ملمسه في الحقيقة شيك جدا وفخم، ومش بيبصم قوي زي ال S20 FE مثلا، وقد يكون ده برضه بسبب اللون الفاتح. على اليمين هنلاقي زرار الباور وزراير الفوليوم، وفوق هنلاقي الميكروفون فقط، وتحت هنلاقي السبيكر ومدخل الشحن وميكروفون تاني والسيم تري. اما شاشة الموبايل فهي شاشة فلات تماما بحواف صغيرة جدا جدا متساوية من كل الجهات ما عدا من تحت اكبر بفرق بسيط جدا، وهنلاقي الكاميرا السيلفي في بانش هول في نص الشاشة. والشاشة هنا المرة دي هي شاشة 6.4 انش دايناميك اموليد X2، ترددها بيتغير وبيوصل لغاية 120 هرتز عشان يديلك سلاسة محترمة جدا في الحركة جوه الموبايل. طول ما انت بتتحرك التردد بيكون 120 وسلس جدا، مجرد ما الشاشة بتثبت مكانها بينزل تاني التردد عشان يحافظ على البطارية. ريزوليوشن الشاشة هنا هو فول اتش دي بلس، وشدة إضاءة الشاشة كمان عالية جدا، وفي الشمس بتكون واضحة جدا جدا. الشاشة كمان بتيجي بدرجة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتس، درجة حماية محترمة جدا جدا من الخدوش والصدمات. وطبعا الموبايل كله مقاوم للمية بدرجة حماية IP68. البصمة في الموبايل هي بصمة اوبتيكال موجودة تحت الشاشة، مش التراسونيك زي S21، لكن بتشتغل كويس جدا وسريعة جدا ويعتمد عليها، وبتفتح معظم الوقت من أول مرة. الفيس انلوك كمان في الموبايل كويس جدا وسريع جدا، وان كان مش دايما بيلقط وشك بسهوله لو الموبايل بزاويه او بعيد قوي او قريب قوي. وبالنسبه للصوت فالموبايل بيجي بسماعات ستيريو محترمه جدا، سماعه تحت بتشتغل مع سماعه المكالمات العريضه جدا واللي مخفيه بشكل ممتاز جدا بين الايدج وبين الشاشه. الصوت عالي جدا وواضح، ومع الدولبي اتموس بيديلك نتائج محترمه جدا. بالنسبة للمواصفات الداخلية فالموبايل بيجي بإصدارين من المعالج كعادة سامسونج، الإصدارين بيكونوا 5G. أول إصدار بيجي بالمعالج المشهور جدا سناب دراجون 3800 بتقنية 5 نانومتر، والإصدار التاني بيجي بمعالج سامسونج إكزينوس 2100 برضه بتقنية 5 نانومتر. والفرق ما بين الإصدارين في المعالج برضه يكاد يكون لا يذكر، الاتنين أدائهم محترم جدا جدا، ومن أقوى المعالجات اللي نزلت على أي موبايل لغاية دلوقتي. الذاكرة الداخلية بتيجي 128 أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية هي 6 أو 8 جيجا بايت رام.
وبالمواصفات دي الموبايل اداؤه سلس جدا جدا، سلس جدا في التصوير وسلس جدا مع الجيمز، وخصوصا مع الشاشه 120 هرتز ممكن تاخد تجربه استثنائيه جدا مع بعض الالعاب اللي بتوصل في سرعتها ل 120 هرتز. ما قابلتش خالص اي جلitches او تهنيجات او تقطيعات، الموبايل شغال طول الوقت بامتياز. وطبعا بيسخن شويه مع الاستهلاك المكثف ومع التصوير كتير، لكن نقدر نقول ان هي السخونه طبيعيه جدا ومش بيكون ملحوظه قوي بشكل عام غير مع الجيمز وتصوير الفيديو. الموبايل بيجي باندرويد 12 و 1 يو اي 4، لكن نزلت له على طول الابديتس وبقى اندرويد 13 و 1 يو اي 5. بالنسبه للبطاريه فهي 4500 ملي امبير، واحده من اكبر البطاريات اللي بتقدر سامسونج تستخدمها على موبايلات الفلاج شيبس. ومع الشاشه الدايناميك والمعالج ال 5 نانومتر اللي بيوفروا في البطاريه، فاداء البطاريه هنا محترم جدا جدا. بطارية في الاستخدام العادي بسهولة جدا بتكمل اليوم وممكن تقعد أكتر من يوم، وحتى مع الاستهلاك المكثف جدا للموبايل فمش بحتاج أشحنه خلال اليوم. ودي يمكن واحدة من أهم مزايا الموبايل ده، لأن سامسونج بشكل عام في الموبايلات الأقدم كان عندها مشاكل في البطاريات مقارنة بموبايلات شاومي وأوبو وواوي، فدايما موبايلات سامسونج كان استهلاكها أعلى للبطارية. الموبايل بيدعم الشحن السريع 25 واط، مش سريع قوي لكن لطيف، وبيدعم كمان الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، وبيدعم كمان الشحن اللاسلكي العكسي، فتقدر تشحن من خلاله موبايل تاني، تسلف اي حد شوية شحن كده لغاية ما يبقى قريب من مصدر كهرباء. وده طبعا اوبشن مش جديد، موجود في معظم فلاج شيب سامسونج، لكن عادة بطارية سامسونج اصلا هي اللي كانت بتحتاج تتشحن مش العكس، فكويس ان اداء البطارية اتحسن شوية. ونيجي بقى دلوقتي للكاميرات. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا أساسية 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، سنسور كبير 1 على 1.7 انش، وطبعا بتثبيت بصري واوتو فوكس. الكاميرا التانية هي كاميرا تيليفوتو 3x اوبتيكال زوم فتحة عدسة 2.4 وبرضه فيها تثبيت بصري واوتو فوكس. والكاميرا التالتة هي كاميرا الالترا وايد 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 لكن مفيش فيها تثبيت بصري. اداء الكاميرات بشكل عام في الاضاءة القوية محترم جدا جدا. الكاميرا الاساسية بتطلع صور ممتازة، HDR عالي، تفاصيل واضحة كويس جدا في الشمس وفي الظل، شاربنس ممتازة والوان ممتازة، وحتى التثبيت البصري ممتاز جدا ويعتمد عليها فعلا. كاميرا التليفوتو كمان اداءها ممتاز جدا في اضاءة الشمس، صور شارب والوان واضحة، ومفيش فروق واضحة في الالوان بين نتائجها ونتائج الكاميرا الاساسية. نفس الالوان، شاربنس معقولة جدا، لكن مع زوم اكتر من 10x طبيعي جدا الكواليتي بتقل، وحتى مع الزوم لغاية 30x التثبيت البصري فيها يعتبر كويس جدا جدا. كاميرا الالترا وايد برضه نتائجها ممتازة جدا جدا في الشمس، نفس درجات الالوان، شاربنس معقولة، وان كانت التفاصيل بتكون اقل شوية من الكاميرا الاساسية. بالنسبة للكاميرا السيلفي فهي كاميرا 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 وحجم السنسور 1 على 2.7 انش، نفس الكاميرا الموجودة في الاس 20 اف اي. اداءها في اضاءة الشمس برضه محترم جدا جدا، شاربنس كويسة وسكين تونز ممتازة، ونتائجها يعتمد عليها فعلا. وبالنسبة لتصوير الفيديو فالموبايل بيقدر يصور فول اتش دي من 30 ل 240 فريم في الثانية بالسلو موشن، وبيقدر يصور 4K 30 أو 60 فريم في الثانية. وتصوير الفيديو مع التثبيت الإلكتروني بيدينا نتائج ممتازة جدا جدا في الإضاءة الكويسة. الأوبتيكال ستابلايزيشن بيشتغل كويس جدا، دي فعلا واحدة من أفضل نتائج الفيديو اللي ممكن تاخدها على أي موبايل. ولو بتصور سواء فول اتش دي أو 4K لكن 30 فريم في الثانية، فتقدر تتنقل ما بين الثلاث كاميرات اثناء تصوير الفيديو، الكاميرا الاساسيه والتليفوتو والالترا وايد. ويمكن ده من اكتر الموبايلات اللي التنقل فيها بين الثلاث كاميرات سلس جدا، يكاد يكون مش باين اصلا. دي واحده فعلا من الفروق اللي كانت واضحه جدا بالنسبه لي ما بين S21 والاجيال اللي قبله. لكن لو بتصور 60 فريم في الثانيه فالتصوير بيكون بالكاميرا الاساسيه فقط. ده الترا اتش دي 60 فريم في الثانيه مع الزوم، والفوكس وحش جدا. والكاميرا السيلفي كمان بتقدر تصور فيديو بتثبيت الكتروني سواء فول اتش دي او 4K لغايه 4K 60 فريم في الثانيه، ونتائج الفيديو السيلفي في الشمس برضه ممتازه جدا. بالنسبه للتصوير في الاضاءه المنخفضه فالكاميرا الاساسيه بتدينا نتائج ممتازه جدا جدا، رغم ان ظروف الاضاءه كانت احيانا بتبقى سيئه جدا جدا، لازالت الالوان بتكون واضحه، تفاصيل كويسه جدا، سكين تونز محترمه، ولو استخدمت النايت مود بتكون النتائج كمان احسن بكتير. اما بكاميرا التليفوتو فبيبان فرق واضح جدا في التصوير بيها في الاضاءة المنخفضة، الالوان بتكون اقل والتفاصيل مش واضحة، وحتى الفوكس ما بيكونش كويس قوي، وده طبيعي ومتوقع جدا. كاميرا الالترا وايد برضو ادائها معقول في الاضاءة الليلية، لكن برضو في الاضاءة الضعيفة قوي النتائج بتكون اقل كتير ومختلفة عن الكاميرا الاساسية.
الالوان بتكون ضعيفه، التفاصيل بتكون قليله جدا، النويز في الالوان عاليه جدا. لكن لما بستخدم النايت مود النتائج بتكون احسن بكتير. اما تصوير الكاميرا السيلفي في الاضاءه الليليه فلازال برضه بيدينا نتائج معقوله جدا. يمكن السكين تونز ما تكونش احسن حاجه، لكن لازالت النتيجه تعتبر كويسه جدا بالنسبه لظروف الاضاءه اللي كنت بصور فيها. وبالنسبه لتصوير الفيديو في الاضاءه المنخفضه فلازال محترم جدا جدا بالكاميرا الاساسيه، رغم ان الاضاءه ضعيفه جدا جدا لكن النتيجه بتكون ممتازه جدا حتى في التصوير 4K بسرعه 30 فريم في الثانيه. لكن مع كاميرا الزوم بنلاقي اختلاف واضح في كواليتي الفيديو، وكذلك برضو مع كاميرا الالترا وايد. الفيديو بالكاميرا الوايد ممسوح وباهت بالليل، سيء جدا. اما تصوير الفيديو في الاضاءة دي بسرعة 60 فريم في الثانية فالنتائج بتاعته بتكون مظلمة جدا جدا، وده برضو شيء طبيعي ومتوقع. اما تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي في الاضاءة الليلية فلازال برضو بيدينا نتائج معقولة جدا. التصوير 4K 30 فريم في الثانية، نتيجة بالليل لازالت كويسة جدا، لكن في ال 60 فريم في الثانية الدنيا بتكون مظلمة جدا والتفاصيل تكاد تكون مش واضحة أبدا. لاحظت وقتها ان التثبيت الالكتروني بيكون ضعيف نسبيا، وده برضو طبيعي ومنطقي. ابلكيشن الكاميرا في الموبايل بيقدم لك كل الاوبشنز والاختيارات الممكنة من سامسونج. تقدر تصور صور بورتريه بالكاميرا الأساسية وتتحكم في نتائج العزل سواء للناس أو للأوبجكتس، ونتائج العزل فعلا محترمة جدا، يكاد يكون مفيش فيها أي أخطاء. تقدر كمان تصور بورتريه بالكاميرا السيلفي للأشخاص بس، ونتائجها برضه تعتبر ممتازة جدا ونسبة الأخطاء قليلة جدا. تقدر كمان تصور بورتريه فيديو سواء بالكاميرا السيلفي أو بالكاميرا الأساسية، لكن طبعا يعني مش أحسن نتيجة، نتائج العزل فيها أخطاء كتير. ده البورتريه مود فيديو. في أنظمة لتصوير البرو سواء للصور أو للفيديو، تصوير بانوراما، هايبر لابس، نايت مود، فود مود، والاي ار زون. في نظام السنجل تيك اللي تقدر تصور بيه لحظة صغيرة فيديو وبعد كده الموبايل يطلع لك منها شوية صور، فيديوهات سريعة، شوية افكتس لطيفة جدا. تقدر تصور سلو موشن بمدة مفتوحة 240 فريم في الثانية، النتائج بتاعته فعلا ممتازة جدا. وتقدر تصور سوبر سلو موشن اتش دي بسرعة 960 فريم في الثانية لمدة ثانية واحدة بس، والنتائج بتاعته في الإضاءة القوية ممتازة جدا. ولازالت نفس المشكلة بتاعت طريقة تصوير السوبر سلو موشن اللي كانت زمان محلولة في الجيل بتاع الاس 9 والنوت 9، لكن ما بقتش موجودة دلوقتي. فلازلت بطالب سامسونج ان هم يرجعوا الاوبشن القديم اللي كان موجود في الاس 9 بلس اللي بيديلك تحكم احسن بكتير في التصوير سوبر سلو موشن. فبشكل عام الكاميرات في الموبايل ده هي من احسن الكاميرات الموجودة على اي موبايل في الفئة السعرية بتاعته. حتى احدث الموبايلات من سامسونج في الفئة المتوسطة اللي اسعارها احيانا بتعدي سعر الموبايل ده حاليا مش بتدينا نفس كواليتي الكاميرات دي، حتى وان كانت بعض الكاميرات دي ميجا بكسل اكبر. ففي رأيي ده فعلا واحد من افضل الموبايلات اللي ممكن تجيبها في 2023، وخصوصا لو بتهتم بالكاميرات وسرعة الاداء، ولو بتعجبك التفاصيل المميزة في الفلاج شيبس زي درجات الحماية والشحن اللاسلكي، الشاشة الديناميك اموليد 120 هرتز الجميلة جدا والسلسة جدا جدا، وبرضه ان ده واحد من احسن الفلاج شيبس القديمة اللي بطاريتها محترمة جدا. ورغم ان فئة S21 بقت بتدعم القلم، لكن S21 FE مش بيدعم القلم. وبس كده، لو عندكم اي اسئلة تانية بخصوص الموبايل ده اسألوني في الكومنتس وهجاوب عليكم بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.